5 حاجات لو قدرنا ان احنا نفهمهم كويس ونتعامل معاهم ونعرف ازاي نحاول نطور من نفسنا فيهم، هنقدر ان احنا الى حد كبير نتغلب على القلق وعلى الحزن اللي ساعات كتيرة بينتابنا ونبقى مش عارفين ايه سبب. انا لايف كوتش شيماء حزة، وده الفيديو بتاع النهاردة. تابعوني عشان تعرفوا ايه الحاجات اللي ممكن تسيطروا عليها وتؤدي بيكم ان انتوا تخففوا من القلق والتوتر الموجودين في حياتكم. ال5 حاجات دول، اول حاجة هي فكرة هو انا منين بيجي الحزن ومنين بيجي القلق. الحزن بيبقى متعود او بيجي من منطقة الماضي. دايما بفكر في حاجات حصلت ودايما ببقى زعلانة ان الحاجات دي حصلت، او ان انا مقصر فيها، او كان المفروض اعمل كذا، او ليه انا بيحصل فيا كذا، او ليه الناس بتتصرف معايا كذا. يبقى الحزن دايما بيجي من منطقة الماضي. طيب القلق بيجي منين؟ القلق دايما بيجي من منطقة المستقبل. انا مش عارف ايه اللي هيحصل بكرة، طب انا هتصرف في ده ازاي، طب انا هعمل في ده ازاي. طيب نتغلب على ده ازاي؟ ان انا ابقى فاهم ان مشاعر الحزن ومشاعر القلق دي مشاعر طبيعية ربنا خلقها فينا عشان تخلينا نتحرك، عشان تخلينا نتطور. فلما ينتابني مشاعر حزن او مشاعر قلق، هبقى فاهم حزن من الماضي. طيب انا مش هقدر اغير حاجة في الماضي، وبالتالي هتعامل معاه ازاي؟ هتعلم الدرس منه. طيب بالنسبة للقلق على بكرة، انا برضو مش في ايدي حاجة، عملت اللي عليك كله تمام، انا ما اقدرش اعمل اكتر من كده، خلاص هقلق من ايه؟ يبقى النتيجة او اللي هيحصل ده مش بتاعي، ده مقدر ليا انه يحصل. قلقت ما قلقتش، هو هيحصل هيحصل. يبقى دي اول نقطة. النقطة التانية هي فكرة الازدواجية. يعني ايه الازدواجية؟ ان انا اكون معتقد بحاجة وبعمل حاجة تانية، او انا حابب اعمل حاجة ومش عايزة اعملها عشان الناس هتقول والناس هتعيد، او انا تفكيري ليه اتجاه معين او ليه منطق معين، ولكن انا مضطر اعمل عكس تفكيري وعكس اللي انا مؤمن بيه وعكس اللي انا معتقد بيه، بس ارضاء للناس، بس عشان اللي حواليا يقولوا اه ده كويس، مش اكتر من كده. ما بقعدش مع نفسي واحاول ان انا، طب هما بيقولوا حاجة وانا بقول حاجة، طب ازاي اقرب وجهات النظر دي؟ ازاي يا اما انا اقتنع بيهم باللي هم بيقولوه او هم يقتنعوا باللي انا بقوله؟ لا، بعيش في ازدواجية، بيبقى جوايا افكار وجوايا معتقدات وبتعامل بطريقة تانية ارضاء للناس، مش اكتر من كده. دي برضو بتسبب قلق وبتسبب حزن شديد. طيب تالت حاجة ان انا بدور دايما على السعادة من بره، بدور على صحبة تخليني ابقى سعيدة، بدور على شريك حياة يخليني ابقى سعيد، بدور دايما على سعادتي بره وهي سعادتي جوه. لو انا مش عارف ابقى سعيد مع نفسي، وانا مش عارف اكون مبسوط مع نفسي، وانا مش عارف اكون راضي عن نفسي، مش هعرف الاقي السعاده بره. فبحثي عن السعاده خارجيا وان انا ادور عليها في الحاجات المحيطه بيا، اهلك نفسي في الشغل عشان اعتقادا مني ان انا كده هبقى سعيد وان انا كده هحس بالانجاز، فده هيديني شعور بالسعاده، او ان انا احاول ارضي كل الناس اللي حواليا وبالتالي ده هيخليني اشعر بالسعاده. كل دي سعاده خارجيه مش هتغنيني ابدا، تبقى عامله زي المسكن كده، مش هتغنيني ابدا عن السعاده الداخليه. فيبقى ادور على السعاده جوايا. رابع حاجة في ازاي ان انا اقدر افهم الحزن وافهم الزعل واقدر ان انا اتجاوزه واتخطاه، هي فكرة التفكير. انا طول الوقت بفكر، طول الوقت عمالة افكر، طول الوقت بفكر في بكرة، بفكر في امبارح، بفكر هعمل ايه كمان شوية، بفكر مين هيعمل ايه، بفكر طب هرد عليه ازاي. طول الوقت عمالة استنزف من طاقتي واستنزف من طاقة مخي في التفكير. طب اوقف التفكير ازاي؟ ان انا ادي لنفسي فترة راحة بالتأمل، ابدأ اتأمل. طيب المواقف اللي حصلت لي هتعلم منها ايه؟ طب المواقف اللي لسه هتحصل لي، طب ما انا هتعلم منها اكيد. غير ده وده ابدا اتامل في اللي حواليا، اتامل في المناظر الطبيعيه، ادي لنفسي فتره ان انا لا بص اسكت بقى، دماغي دي تسكت خالص، وابدا ان انا كده يعني ريلاكس مع نفسي شويه، اتامل في اللي حواليا، اتامل في الحاجات الطبيعيه اللي موجوده فيا. لو انا مش عايشه مثلا وقدامي حاجات فيها طبيعيه، اتامل في السماء. فترة ان انا اوقف تفكير، لازم في اليوم اوقف تفكير، ولازم في اليوم. قدرت ان انا اوقف التفكير ده من ان انا اخش في صلاة، يبقى حلو جدا. قدرت ان انا اوقف التفكير ده في ان انا اتامل في خلق الله، يبقى حلو جدا. قدرت ان انا اوقف التفكير بان انا خلاص ليس لي في الامر شيئا، يبقى ده حلو جدا. المهم لازم امرن دماغي زي ما انا طول الوقت عمال استهلكه في تفكير، امرنه ان لو سمحت اسكت شويه، خليني اتامل، خليني اعيش اللحظه الحقيقيه، ملاش اجري لبكره او اروح لامبارح. اخر حاجه هي فكره الرضا.
هل انا راضي بالقدر الكافي ولا عامل شرط للرضا؟ بمعنى انا مش هرضى غير لما يحصل كذا بالطريقه الفلانيه وفي التوقيت الفلاني، غير كده انا مش هرضى. فطول الوقت هفضل قلقان عشان انا عايزه ارضى وعايزه ابقى سعيد، فطول الوقت هفضل قلقان ان الحاجه دي تحصل بالطريقه الفلانيه في التوقيت الفلاني، فبشترط عامل شروط للرضا. او انا مش هرضى غير لو انا عرفت اصلح الموقف اللي حصل من زمان، او عرفت اخد حقي في الموقف اللي حصل من زمان، فبشترط الرضا. وطول ما انا حاطط شرط للرضا يبقى انا حقيقي مش راضي. ببساطة شديدة الرضا ان انا اكون عامل اللي عليا، نتيجته مش بتاعتي، نتيجته سواء هتحصل بكرة او خلاص حصلت فهي في كلا الاحوال مش بتاعتي. دول كان اهم 5 نقاط، لو احنا قدرنا ان احنا نفهمهم كويس ونستوعبهم كويس ونبدأ ندرب نفسنا على كل نقطة فيهم، ازاي ان احنا نتعامل معاها وازاي ان احنا نطور نفسنا فيها، هنخلص من قدر كبير جدا من التوتر والقلق. مستنيه تعليقاتكم، مستنيه مشاركاتكم، مستنيه اشوف حد فيكم قدر ان هو يتعامل مع النقط دي وكان ايه نتيجتها. اشوفكم على خير.